few moments later. ده كان افتتاح دينا لأكاديمية رأس جديدة، وكمان موقفتش لحد هنا، ده استدعت ابنها اللي قاعد في أمريكا طول عمره عشان يدعمها، وابنها موقفش لحد هنا، قال لك أمي رقاصة وأنا فخور إن أمي رقاصة وبتجيبها بعرق جبينها وعرق وسطها والكلام ده، وهو معرفش أمه شغالة هنا إيه بالظبط. ودينا موقفتش لحد كده، قالت لك تلبس بقى لبس إيه خادش للحياة عشان بقى تلفت النظر وتلفت الناس وتعمل ترند وتقعد تهزلك هزتين والكلام ده. إيه يا جدعان اللي بتشوفه ده؟ إيه يا جدعان اللي بتشوفه ده؟ يا أستاذة دينا مش كده، الفن مش كده. يعني أنت فتحتي أكاديمية رقص ماشي، هاتي حد يعلم البنات الكلام دوت، بس أنت مش بنفسك تنزلي واحدة عندها 65 سنة مع احترامي ليها، لابسة جيبة قصيرة جدا 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 ونازلة تعلم البنات بنفسها. يعني ما ينفعش الكلام ده يا جدعان، وما ينفعش، احنا في مجتمع محترم، مجتمع محترم، ما ينفعش الكلام ده بيحصل فيه. ازاي يعني انت تفتحي أكاديمية رقص يعني تقول البنات بس او الشباب بس الميكس مع بعضهم؟ لا ما ينفعش. يعني تعليم رقص البنات اوكي، بس انت المفروض ما ايه الشغل اللي انت عملتيه على المسرح دوت ما ينفعش. انت رقاصة على عينينا وعلى راسنا، بس ايه ما تعمليش بقى فيديو وتلبسي شيبة والكلام دوت عشان ايه تعملي ترند ايه على الناس، عشان الناس اي ما بتشوف لحمة، حتة لحمة بتجري عليها تعمل ايه، تبص على مين اللي عمل ايه والكلام دوت. يا جدعان حافظوا على عيالكم وحافظوا على نفسكم، مش اي ترند اي حاجة تروحوا تبكوا عليها والكلام دوت. والواد ابنها دوت اللي هي انت معاه في امريكا ليه يا استاذة دينا؟ كل ده عشان هنا هيقولوا امك كذا؟ طب ما فيها ايه، ما انت فخورة ان انت رقاصة، انت كنت مدرسة في الاول دلوقتي انت رقاصة وفخورة بكده. ليه قاعدة في أمريكا وعيني الواد قاعد لوحده هناك والكلام دوت؟ عادي في مصر خليه يدعمك وخليه إيه، يعني يعلم البنات وينزل إيه يعني يعيش بلقمته كده، مش عايش على عرق جبين أمه والكلام ده. إيه يا جدعان اللي بنشوفه ده؟ إيه يا جدعان اللي بنشوفه ده؟ ما ينفعش اللي حصل ده يا جدعان. حافظوا على نفسكم، علشان دي مش أول واحدة تعمل الكلام دوت. في ناس كتير حبت تعمل ترند، بتعمل ترند رخيص، وفي ناس بتعمل ترند بس ترند يكون محترم، زي الواد بتاع اللي كان ايه بطل مخدرات والكلام دوت، والمطاعم كانوا هيستضيفوه وقال لهم لا انا شبعان على طبلية امي، انا شبعان على طبلية امي. يا استاذة دينا المجتمع اللي انت فيه دوت مجتمع محترم، مجتمع محترم اسمه مجتمع مصري محترم، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر وشعبها ورزقها. لو عجبك محتوايا اعمل لي لايك واشتراك، وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.